يلا نعمل طاجن الملوخية اللي ريحته بتجيب آخر الشارع. ولو انتي مغتربة أو أول مرة تدخلي المطبخ يبقى الفيديو ده ليكي. بسم الله. الأول هنحط في الحلة بتاعتنا مكعب توم مفروم أو معلقة صغيرة توم مفروم، معاها شوية زيت. هنقلب في التوم لحد ما تلاقي لونه اصفر. هننزل عليه بمعلقة كبيرة صلصة وهنقلب الصلصة شوية مع حرارة النار لحد ما يعني دقيقتين كده لحد ما المواد الحافظة بس اللي في الصلصة تخرج منها. وبعدين هننزل عليها بكوبايتين شوربة. طيب لو ما عنديش شوربة لحمة أو شوربة فراخ مفيش مشكلة، ممكن أحط كوبايتين مية وأحط عليهم مكعب مرقة ماجي. أول ما تغلي الشوربة هننزل عليها بكيس الملوخية بتاعنا سواء الفروزن أو الطازة. طيب هي دلوقتي مجمدة فهنهدي عليها النار ونسيبها لحد ما الملوخية تفك خالص وبعدين نكمل بقية خطواتنا. ولو أول مرة تشوفيني، أنا نسمة، زوجة وأم ل3 أطفال. كنت مغتربة لفترة كبيرة في أول زواجي. كنت أول مرة أدخل المطبخ ولوحدي، خبطت كتير قوي مع نفسي. كنت بتمنى لو حد يعرفني إزاي أعمل أكل لذيذ وفي نفس الوقت بخطوات بسيطة، ويا سلام بقى لو حد يقف معايا في المطبخ ويعملها قدامي. عشان كده بعد 13 سنة في المطبخ قررت أفتح قناة لاخواتي البنانيت الحلوات المغتربات، خصوصا بقى لو مغتربة وكمان بتشتغل زي حالاتي أو لسه متجوزة. هشرحلك فيها بمنتهى البساطة مع كل التركات اللي تخلي طعم أكلك مميز بس من غير خطوات كتير. فلو المحتوى بتاعي يهمك أتمنى تشتركي في القناة عشان عيلتنا تكبر. كمان اللايك هيساعد إن الفيديو يوصل لبنات محتاجة المحتوى ده. نرجع بقى للملوخية. هنا أنا بوريكي إنها خلاص فكت ومبقاش فيها أي كتل، فهنرجع نعلي عليها النار وهنحط بقى التوابل بتاعتنا. والملوخية من الأكلات اللي ما بتحبش التوابل أصلا أو ما بتحبش التوابل كتير، يعني بنحط عليها ملح وفلفل أسود وبس كده. هنا حطيت معلقة صغيرة فلفل أسود، هي كانت آخر معلقة عندي، ومعلقة صغيرة ملح، وكمان هنحط معلقة صغيرة سكر. والسكر مهم طالما حطينا صلصة، يعني أي أكلة هتحطي فيها معجون طماطم أو صلصة فريش أو طماطم فريش يعني لازم تحطي فيها معلقة صغيرة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعتها. دلوقتي احنا سايبين الملوخية تاخد غلوتين على النار وهنعمل التقلية. هنحط مكعب توم مفروم أو معلقة صغيرة، هنشوحها على النار في شوية سمنة أو زيت المتاح عندك لحد ما لونهم يبقى يصفر او يبقى بني. هوريهولك دلوقتي. ولو ما تعرفيش ازاي تفرزي التوم في الفريزر لانها من الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل جدا، هسيبلك اللينك بتاع تفريز التوم في اول كومنت مثبت. هنا التوم خلاص خد اللون اللي هو البني الفاتح ده. هبدأ احط عليه بقى معلقة صغيرة كزبرة ناشفة وتقليبة واحدة بس على النار، وبعدين هرفعها من على النار على طول وهروح بيها عند حلة الملوخية. في ايد هتكون الطاسة وفي الايد التانية هتكون الكبشة، وهاخد كبشة من الملوخية احطها جوه الطاسة. للأسف المقطع ده اتقطع من عندي. انا خدت كبشة ملوخية من الحلة رحت حطاها على الطاسة وبعدين حركت الطاسة كده شوية عشان تاخد كل التقلية، وبعدين نزلت بيها على الملوخية زي ما شفنا. تاخد غلوة واحدة بس وبعدين بطفي عليها وبألف هنا وشفا.